السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم إلهام قناة مطبخ أمي. أنا بداية كنقول لكم إلا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناة كنتمنى أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديدة. كذلك شكرا لكم على المشاركة وشكرا لكم على الدعم ديال القناة. غندوز باش نعطيكم الوصفة بدون ما نطول عليكم. في واحد المقلاة غنقولوا بسم الله، وخديت جوج بصلات متوسطين اللي قطعتهم قطع صغارين، غنضيف ليهم تقريبا نص معلقة صغيرة ديال الملح، نص معلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، وكذلك 4 معالق صغيره ديال الفلفل الاسود. غنضيفوا 3 معالق ديال الزيت اللي هي زيت المائده، الزيت النباتيه، كذلك 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ومعلقه كبيره ديال صلصه الصوجا. هنايا هادو هما المواد اللي غنكتفيو بهم مع البصل، وغنردوها على النار يعني باش توجد لنا هاد البصل هادي حتى كتهبط البصله شي شويه. عاد غنضيفوا لها المكونات الاخرى. بالنسبه لهنايا المواد اللي غادي نعمل انا، فانتم يمكن لكم تضاعفوهم الا كانت عندكم العدد الاشخاص يعني بزاف في الدار ديالكم ما شاء الله، يعني على حسب العدد الافراد الاسره كتعملوا هاد لي سيكار. نتوما درتو خديت الدجاج اللي انا سلقته قبل في يعني مع شويه مع قطعه الليمون الحامض وطريفه وواحد طريسه ديال الثومه هيدا، وواحد القليل من ازر اللي هو اكليل الجبل. خديته قطعته قطع صغيره وضفت ليه معلقه كبيره ديال الموطارد، وغنضيف له 4 معالق صغيره ديال توابل الشاورما، ومعلقه صغيره ديال الزنجبيل، كذلك غنضيفوا له واحد القبسه ديال بودره الثوم. انا قلت لكم الا كان عندكم الثوم بطريقه تضيفوه، ولكن هنايا من الاحسن تضيفوا بودره الثوم. كذلك غنضيف واحد القليل من الفلفل الحار يعني الشطه، وغادا نضيف هنايا المكون اللي قلت لكم يعطيكم المذاق ديال اللحم، يعني واخا ما معدلينتش هما واحد القليل من الشحمه ديال الغنمي غنضيفوها اللي كتسمى لية الخروف. يعني بالنسبه للناس الاخوان العرب اللي ما كيفهموش بعض المرات الهضره ديالنا، وغنرشوا واحد الرشه ديال الملح فقط لان مازال غنردوه في المقلاة. هنايا انا راه رديته عملته عفوا في المقلاة مع البصل، وغنخليه حتى كيتشحر معاه مزيان وكيشرب داك التوابل اللي عملنا له. عفوا كذلك غادي يشرب المواد اللي عملناها مع البصل. ومن بعد غادي نضيف له واحد خديت يعني علبه ديال الشعريه الصينيه اللي هي الشعريه ديال الارز اللي انا سبق لي وعملتها في الماء اللي هو مغلي حتى ارتبط مزيان مع واحد القليل من الملح، يعني كتعملوا واحد رشه الملح، وكنضيفها لهاد المكونات ديال الدجاج والبصل. وغادا غنبقى يعني كنقوم بالتحريك ديال هاد المواد هادي، وفي نفس الوقت كنحاول نقطع هذوك الشعريه الى يعني قطع طوالين بزاف. ارجع نقول لكم الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه كنتمنىكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديده. كذلك الى عجبكم هذا الاقتراح هذا، واللي هذا الاقتراح هذا راه حصري على اليوتيوب، راه ما جبرتش هذه الوصفه حتى عند شي واحد، كنتمنى انكم تعملوا لايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. كذلك عفوا غنضيف واحد 3 القطع ديال الجبن اللي هو جبن مثلث. كيبقى لكم الاختيار ديال الجبن، حتى لو كان عندكم جبن موتزاريلا او اي نوعيه ديال الجبن ممكن تضيفوها. سينو الا كان عندكم الجبن الطاري اللي هو ديال اللي كنشرو في داك لي طان الصغيورين ممكن تعملوا معلقه كبيره. وهنايا حتى لو ما كانش عندكم الجبن النهائي ممكن تستغناو عليه. ففي الاخر في هاد لي سيغار راه المذاق الوحيد اللي كنحصلوا عليه هو اننا كنحصلوا على مذاق ديال اللحم، ان بحال اللي كناكلوا لي سيغار عدناهم باللحم رغم انهم هما بالدجاج. وانتم راه اللي جربتوه غادا يعني غادا تحكموا على الوصفه بانفسكم نتوما. خديت هذاك الدجاج ديالنا بعد موجود وحطيته في واحد الاناء باش يبرد لي شويه. نتوما عارفين عليه حتى الورقه اللي غادي نستعمل هذه، فانا فقط هي بقات لي من واحد كانت عندي واحد الكوموند ديال البسطيلات الصغار ديال يعني بالدجاج النيت، كانت شاط لي هذه الورقه وخليت قررت باش نستعمل هاد لي سيجار هادو بهذه الطريقه بهاد الورقه هذه. غادي ناخذوا هذاك القطع ديال الورقه وغادي نبقاو نعمرهم. اولا غندهنوهم بالزيت كما المعتاد، راه الناس مو المغاربه ديالنا راه كانوا كيعرفوا بان الورقه خصها تدهن وعاد نستعملوها. ونبقى نعمرها تقريبا كل واحد سيجار غنعمل فيه 2 معلقات كبارين وغنجمعهم، وباش غادا الاخير كنلقاهم بشويه ديال البيض، يعني كنحاولوا ندهنوا الطرف الاخير بالبيض. غادا نستمر في انني كنشكل هاد لي سيجار هادو ديالنا اللي ما كتحصلوا على واحد الكميه لا باس بها. انا الحشوه اللي عملت راه عطاتني كميه يعني لا باس بها مزيانه. بالنسبه لكم الا كانت الاسره كبيره فانتم كتضاعفوا. هذا ليسونسيال هو اللي بغيت نشرح لكم في هذا السيجار، هو هذاك الاضافه ديال الشحمان اللي كتعطيكم واحد المذاق مختلف، رغم انهم راهم هذا الدجاج انا قلت لكم انا فاش كتكونوا كتاكلوهم كتحسوا بانكم كتاكلوا لي سيجار ديال اللحم ماشي ديال الجداد.
غنستمر في تشكيل هاد لي سيغار هادو. من بعد غادا ندخلهم الفرن لمده 15 دقيقه. فرانتم عارفوا كلشي طيب، خص غير الورقه اللي طيب لينا فقط. تردوا بالكم لان بعد المره الا بغيتو محمرين مزيان فانتم كتخليهم يتحمروا لكم مزيان، سينو ما بغيتوهمش محمرين مزيان تعطيهم وقت ديال 15 دقيقه فقط. هنايا انا خليتهم انا من بعد حتى طابوا ليا، يعني حتى دوزت 15 دقيقه في الفرن، يعني كانت النار لتحت. من بعد هبطتهم يعني لتحت ديال الفرن وخليتهم باش تحمروا ليا شي شويه. وقبل ما دخلتهم عفوا راه انا دهنتهم فقط هنا بالزيت، راه ما عملتش. الا كانت عندكم الزبده ممكن تذوبوها وتدهنوا بها، انا فقط عملت لهم غير الزيت هنا. يعني نقداو الغرض بالموجود في الدار، يعني كما تقولوا الجوده بالموجوده، يعني الشيء اللي موجود في الدار هو اللي تقداو به. سي با لابين باش تمشيو تاخذوا شي حاجه اخرى باش تستعملوها حد. هنا غنعمل لكم لاصوص اللي انا يعني قدمتها مع هاد لي سيغار. عملنا 2 معلقات كبار ديال الكيتشوب، صلصه الكيتشوب، وكنعملوا معاها 2 معلقات صغار اللي هي عباره على معلقه كبيره د لا مايونيز. وغنعمل معاهم عصير ديال الليمون الحامض، طبعا ماشي بزاف، واحد القطرات د الليمون الحامض. وغنعملوا معلقه كبيره ديال الياغورت. لا كنعمل واحد رشه الملح كذلك على حسب باش كنوزن المذاق ديالو. وكنعمل داك القطره د الليمون الحامض اللي قلت لكم. هذه هي لاصوص ديالنا. بعد ما كتوجد غنعملها في داك الاناء في واحد السليفه الصغيره هيدا، وغادي نقدمها مع لي سيغار اللي ما غادي يوجدوا لينا. بالنسبه لاصوص يمكن لكم تصاحبوهم يعني اولا ترافقوهم عفوا مع لاصوص الجيريان، تجي زوينه بزاف معاهم. هادو هما لي سيغار ديالنا من بعد ما وجدوا. صراحه المذاق ديالهم جد رائع، يجربوهم ما غتندموش على هذه التجربه هذه اللي صراحه كتجي جد رائعه بزاف. يعني ما كنتش كنظن حتى انا اول مره عملته ما ظنيتش بان غادي يجي هذا المذاق هذا، بان غادي يتلغى نهائيا المذاق ديال الدجاج وغادي يصبح بان بحال اللي كناخذوا المذاق ديال اللحم الغنمي. نقول لكم شكرا على المشاركه وشكرا على المشاهده ديال الفيديو. نقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.